السلام عليكم يا شباب. النهارده عند ابو الشهب فيديو صراحه ما كمان. شاء الله، يعني طبعا معانا المهندس سعودي منورنا من الجزائر. طالما زار مصر لازم يجي عند ابو الدهب. نعتبر ابو الدهب الهرم الرابع. لا الهرم ولا احنا اقل من كل الناس. احنا عايزين بقى المهندس سعودي يقول لنا ايه رايه في المكان والاستقبال. سيبك من اي حاجه بره المكان بتاعنا ده. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله لم نحس ولو للحظة واحدة ولو لدقيقة ولو لثانية واحدة أننا غريبين على بلد مثل بلدنا الثاني مصر. والله لا كلام نستطيع أن نقول فيكم شيء صراحة، يعني رجال بأتم معنى الكلمة. ما لم نقابل أمثالهم من قبل في بلدان. زرنا بلدان كثيرة، ولكن الترحاب الذي لقيناه ببلدنا الثاني مصر الحبيبة والله لم نجد مثله من قبل. أشكركم جزيل الشكر على هذه المعاملة الطيبة، وأشكر أخي والله العظيم أخجلتنا بكرمك صراحة، أخجلتنا بكرمك. وكذلك يعني صراحة بدون أن ننسى الأستاذ إسلام، والله لم يبخل علينا بشيء، لا بالمعلومات ولا بالتجربة على الشاحنات. كذلك اليوم رانا عند أستاذ أبو الذهب، يعني حتى الجانب الميكانيكي أعطانا عنه معلومات، ولكن الحمد لله نحن كفاءة ثانية تستحق التشجيع من طرفكم كذلك. والله منين من الجزائر؟ من الجزائر، من بلدية بالعيدة بالضبط، ولاية المسيلة. مرحبا بكم، أنتم على الرأس والعين، دخلتم القلب قبل أن تدخلوا البيت. مرحبا بكم، نورتنا الله يبارك. ان شاء الله يعني انتم كذلك ستنورون الجزائر ان شاء الله، ستشعون باذن الله. الفيديو الجاي ان شاء الله يبقى في الجزائر باذن الله عز وجل. مرحبا، اهلا وسهلا ابو الذهب. ماشي، اهلا وسهلا بالربيع والزهر البديع ان ان شاء الله. بارك الله فيك. الله.